ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. سادتي متابعينا الاعزاء عبر قنوات SSC، طابت اوقاتكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الاجواء الناريه الحارقه والقويه للكره السعوديه، دوري روشن العالمي بكل ما في الكلمه من معاني، يهديكم اليوم هذه المواجهه المنتظره بين الهلال والطائي لحساب الاسبوع السادس عشر من هذا الموسم 2023. سالم الى مترو داخل ال 18 بالاستلام، ما زالت الكره للهلال، تصويده خالدو كوليبالي جميله، خالدو كوليبالي تصعبين ايضا سليمان الجريد وكذلك العديد من اللاعبين، وكره عند سالم. الله يا سالم، الله يا سالم، انه لاعب اسيا الاول، انه نجم اسيا الاول، يظهر نجم اسيا. دائما ما نعرف نجم سهيل، لكن من بين نجوم الدوري لابد ان يسطع نجم سالم، لابد ان يسطع نجم سالم. شوف اللقطه الماضيه، يا سلام على العرضيه من سلمان باليمنى. التأني وطلب الفار. الحكم الرابع اذا يطلب الحضور. جيرمان تيلفينو يقول ان ربما هنالك طبعا لمسة يد في هذه، التالي سيكون الان، ويقول هنالك ركلة جزاء. قدم الصربي الكسندر ميتروفيتش، جول ميتروفيتش، جول، والهدف الثاني للهلال. جمالك جمال، دلالك دلال يا هلالي يا متحدي. الكسندر الصربي يمر من الحائل ويسجل الثاني في اجواء تعدي الكره، لا امكانيه التصويب. جول 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 برتغاليه. تاخر القرار. أليكسيس إيريرا يتوجه ويأتي الهدف، لا يتوجه ويأتي الهدف. هدفان لصفر. إذن سلمان المؤشر يعدي والكرة تصويب. جول جول رائع، جول ممتاز. طارق محمد يغارد ياسين بونو من مسافة بعيدة، من مسافة بعيدة. طارق جول، طارق جول، طارق جول. هذه الصورة، شوف أجمل لقطة وأحلى كورة. هذه هي فرقة رائعة ممتازة غريبة من متروفيتش. الروعة لمعتز البقاوي حارس الطائي، رائع. روبن نيفيس يوسع، غريبة رائعة. معتز البقاوي امام سافيتش ميلينكوفيتش. حارس الطائي هاريسون كلف. سالم الدوسري في تمريرة قصيرة خطيرة لمالكم، لكن في صافرة وخطأ لمصلحة الهلال في مسافة قريبة من مرمى الطائي. هناك أكثر من لاعب يجيد التسديد من هذه الأماكن، أولهم روبن نيفيش، والمراوغة هنا مالكم وروبن نيفيش. روبن في التسديدة لكن تصطدم في حائط السد، وبالتالي تتحول إلى خارج أرضية الملعب إلى رش على جهة اليمين في تمريرة إلى ميشيل دلغادو. ميشيل في عرضية لكن إبعاد من هيريرا إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. وإن كان الهلال متقدم لكن نتيجة مقلقة بصراحة. هنا العرضية راسية، إبعاد. حتى الآن دفاعات، هذه المرة الباسيميدو هو من يبعد الخطورة على مرمى الطائف.
متروفيتش كذلك في مرتين حتى الآن. العرضية خطيرة لكن إبعاد في اللحظات الأخيرة من جانب سعود عبد الحميد، أنقذ مرمى الهلال من خطورة محققة لمصلحة الطائي. هنا الإعادة، هنا الفرصة الأخيرة، أول الفرص للطائي أمام مرمى الهلال، لكن أبعدت من أمام. كرة على جهة اليمين، محاولة صافرة. يبدو بأن ربما نيفيش سيكون مكان محمد كنو في الدقائق القادمة. هنا البطاقة الصفراء على أندري كورديا. 3 نقاط مهمة. أصبحت الأمور الآن حساسة بالنسبة للهلال. هنا هذه المرة كورديا يتحصل على خطأ مع البريك. عرضية رأسية مبعدة، بلا شك بأن لقاءات الكراكات دلوقتي يا جماعه في حركه عمليه التطهير. طبعا اللي حضراتكم شايفينه ده دوري، وانا بصراحه ربنا بنفضل تغويط الدور وتنظيفه في الوقت ده احسن من قبل الموسم، لسبب السمكه بتفضل طول السنه تتعود على المكان ده ان هو غويط عن بقيه المكان، البيئه المحيطه بيه. يعني هو المكان ده بتتعود ان هو غويط طول السنه، فبالتالي بتيجي في موسم الغله وتبص تلاقي السمكه متعوده خلاص. انما انت لو غوطت في الفتره بتاعت موسم الغله السمكه بتاخد لها فتره تبقى قلقانه، ولو قلقت مثلا شهر ولا حاجه كل ده بيعدي من الموسم. فعلشان كده يفضل ان الحفارات تعدي منه بتطهر في الوقت دوت، اللي تعدي من قدام دوره يروح يغوطه دلوقتي. ده حاجات يعني يا جماعه انا عارفها ومتاكد مني. طيب الحفار دلوقتي نظف المصرف كله وجاء عند الدور، قلت له غوط ازاي بقى؟ من دخلة السمكة، من اليمين بتاع السمكة. يعني انا مثلا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في فيديوهات كتير ان السمكة بتخش لك عكس اتجاه المية. تشوف حضرتك قاعد فين في الدور بتاعك وعكس اتجاه المية، تروح مغوط، عامل مخليها غويطة اكتر من بقية المنطقة يعني المحيطة بالدور. فعلشان كده السمكة بتجمع في المكان الغويط ده وتروح داخلة على الدور من التيشة وجارية. وسبحان الله لما المكان اللي تحت ايديك يبقى غويط بيبقى عرضة انه يدخل لك السمكة الكبيرة. ده عملية التطهير يا جماعة، وبشكركم على المتابعة، وان شاء الله بأمر الله تعالى اي جديد في مجال